السلام عليكم، ازيكم يا اخواتي؟ النهارده معانا حكاية تشينج المغامر الاسطوري، القسم العاشر. فلتنسى دعمنا باللايك والاشتراك في القناة، واهم حاجة هو الصلاة على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وبلاش طول عليكم ويلا بينا نكمل الحكاية. بيقول لها انت لسه هتسألي؟ اكيد طبعا. وبيحمل النظام، وبعد فترة بيحصل بطلنا على مهنة رجل الموت مع 3 تأثيرات. الأول هي ارتفاع الإدراك بمقدار 5، وكلما اقترب المحترف من الموت فسيتم تحسين القوة وخفة الحركة بمقدار 4. أما التأثير الأخير هو تم الآن تنشيط التجارب الثمانية للموت، واللي يمكن الحصول على نقطة قوة واحدة من خلال إكمال التجربة الأولى. وبطلنا متفاجئ من ده وفي نفس الوقت سعيد، ولم يتوقع إن هو يحصل على مهنة ثلاثية التأثير، خصوصا التأثير الثالث. وده لأن معظم الناس بيعتمدوا على القيمة الحادة للقوة، والحساسية اللي يمكنك الحصول عليها بالتمرين هي من 16 ل 17. ولكن إذا تحديت هذه التجارب الثمانية بعد وصولي للحد الأقصى، فده هيمكنني من التدرب حتى الموت ويرفع من إمكانياتي. وبينطلق بطنا على الثارة الرياضية. ونرجع للزنزانة، والمغامرين اللي في الزنزانة قلقانين جدا وفي انتظار انقلاب الزنزانة للعودة للديار. والمرلق بيجهزوا نفسهم وبيستعدوا للغزو. وبيقول القائد للمفترس مانهانوس إن في 69 من نخبة الصيادين و800 من الحراس القباطنة والجنود. بيقولوا المفترس كويس جدا، وبعدها بيأمرهم بقتل المغامرين اللي في الغابة عشان يلتهمهم لتحسين مستواه. ولم يتبقى إلا 10 ساعات على عكس الزنزانة. ويا ترى إيه اللي هيحصل؟ ونرجع لبطلنا، وهنا بتقوله تشيان إنه غريب الأطوار وزنزانتك على وشك الانعكاس في غضون الساعات القليلة، ولكن بدلا من الاستعداد فأنت تقوم بالتمارين. ولكنه بيقول لها إنه كان بيتمرن على كده لشهرين كاملين، وانت هنا فقط لإزعاجي في منتصف الليل. وهنا تشيان بتفعل لقب التحذير من الخطر، وهي بتقوله طب لو قلتلك إن لقبي بيحذرني لمغادرة المدينة في أسرع وقت ممكن، فهل تصدق ذلك؟ وهنا بيتفاجئ بطلنا، وأتاك المغامرين اللي في الزنزانة بيفكروا في طريقة للخروج بأمان من الزنزانة. وهنا بيقول لهم مغامر إنه عنده فكرة، وبيقول لهم لو كان فعلا المورلوك هيظهروا على الشاطئ خلال ساعات قليلة فلازم نهزم الزعيم. وطالما انهزم الزعيم فهيتراجع المورلوك الآخرين مهما كان عددهم. ولكن بيقول له مغامر بكل غضب انت ليه بتعقد الأمور؟ واتفقنا بالفعل إن الجماعة هيفضلوا مع بعض لحد ما ينتهي الموعد النهائي للمهمة، وأيضا مفيش أي مكافأة لقتل الزعيم. بيقول له المغامر إنه ليس مصرا على قتل الزعيم. وسألت المغامر وانج بالفعل عن المغامر الذي لم ينهي مهمة الهروب، وإذا كان عايز ياخد رحلة الزنزانة المعكوسة إلى المنزل فهل سيحتل مكان التحدي في الزنزانة المعكوسة؟ وقال إنه سيفعل ده. وبيقول له المغامر وانج إنها نظرية صحيحة بالفعل، وعشان كده وبناء على مبدأ المرآة فإن الزنزانة الجديدة اللي هيتم تشكيلها بعد الانعكاس لديها حد تحدي يصل إلى 15 شخص. ومع عددنا هذا، وإذا أتى زعيم المورلوك للقتال والتنافس معنا على المراكز ال15، ولكن طالما 4 من المورلوك خشوا المدخل قبلنا فشخص مننا لازم يفضل هنا للأبد. ولكن بيقول له مغامر انتظر، لا يمكننا فرض الاستنتاجات بهذه الطريقة. وماذا لو لم يظهر هؤلاء المورلوك في النهاية؟ وماذا لو تمسكنا بأرضنا وقمنا بالإخلاء بنجاح؟ ولكن بيقول له مغامر لا، سوف يأتون. ومهنتي الثانوية هي عراف بطاقات، وقراءتي طالع للتاو، وبنعرف إنه مغامر بالمستوى الثامن واسمه تشانج. ونرجع لبطلنا، وبيقول لها متى حدث ذلك؟ بتقوله من ساعتين. بيقول لها تشانج أفتكر إن عنوانك بيساعدك فقط في تحديد الأفراد اللي بيشكلوا خطر عليكي، وإلا لكنت عرفت الخطر في حادثة جاو مبكرا، واللي بيكون قصده يا صديقي على صاحب المنجل اللي قتله مع العفريت. بتقوله تشيان وبسبب تلك الحادثة أدركت إن لقبي يحتوي على نقطة تحذير عمياء، وعشان كده انضميت للنقابة وقمت بتبادل الأدلة عن لقبي بنقاط المساهمة على الشبكة الداخلية، واستخدمتها لتبادل العناصر النادرة التي يمكنها تعويض هذه العيوب، وإلا هتورط معاك مرة أخرى. بس بيقول لها تشينج
الأمر اللي هيتعلق بيها هذه المرة. بتقوله تشيان: انت في الواقع تماما زي الأخت لين، غير مدرك لمدى خطورة زنزانتك المنزلية بعد الانعكاس. فكر مرة أخرى، على الرغم من أنني لم يتم تجنيدي خارج منطقة الخطر التي حددتها النقابة، إلا أني في الواقع أطلقت تحذيرا من الخطر. وما الذي يعنيه ذلك في رأيك؟ بيقول لها تشينج: وده معناه أن منطقة الخطر، واللي بيكون قصده يا صديقي على خط الدفاع، لا يمكنه إيقاف شعب المورلوك، وعندها يتم توسيع هدفهم ليشمل مدينة دونج شان بأكملها. بتقول له أيوة، وبعد ذلك واجهت سوء الحظ، لأن النقابة أكيد هتجندني أنا وتشانج لاعتراض المورلوك، وعشان كده كان لقبي بيشجعني على مغادرة المدينة في أقرب وقت لتجنب التجنيد الإجباري. بيقول لها تشينج: وهل ناقشت هذه التكهنات مع الأخ ياو والأخت لين والآخرين؟ بتقول له أيوة، ناقشنا ذلك، ولكنهم بيعتقدوا إنه حتى لو لم نعتبر المغامرين ال15 المحاصرين في الزنزانة، فأكيد مش هيتجاوز عدد المورلوك الذي يمكنهم الخروج من الزنزانة عن ال15. ومع أن القدرات الفردية لشعب المورلوك ليست متميزة، ولكن حتى مغامر بالمستوى العاشر لن يتمكن من التعامل مع شعب المورلوك. ها، ما رأيك؟ هتثق بكلامي ولا تثق بكلامهم؟ ولو كنت واثق بهم فهضطر لأخذ أهلي إلى مدينة أخرى لكام يوم. بس بيقول لها تشينج: أنا مقدر كلامك، ولكن ماذا يمكننا أن نفعل نحن الاتنين فقط؟ وقلت للتو إن حتى مغامر بالمستوى العاشر لا يمكنه التعامل مع الأمر. بتقول له تشيان: يمكننا إنجاز الكثير، ومع لقبي وعباية التخفي اللي انت خدتها من جو، يمكننا القضاء بشكل منهجي على الوحوش الضعيفة والمنفصلين عن القوى الرئيسية. وبهذه الطريقة حتى لو خرج الوضع عن السيطرة لاحقا، فيمكننا تقليل الأضرار اللي هيسببها المورلوك لعالمنا. وقتها بالله جميع المغامرين بيفكروا في طريقة للخروج من الزنزانة بأمان، ولكن بطاقات الأعراف الخاصة بالمغامر تشانج تخبرهم إن مصيرهم هو الموت. وهنا بيفكروا في طريقة لتغيير هذا المصير. وهنا بيفكر المغامر دونج في هزيمة الزعيم وإعادة المورلوك إلى البحيرة. وهنا بيخش عليهم المغامر لانج والمغامر وانج أيضا، وبيقول لهم المغامر لانج إن لسه في مجال لتحسين الخطة، وبالنظر لأعداد المورلوك في هذه الزنزانة ربما تضاعفت لمئات أو حتى الآلاف الآن. ولو كان فعلا الزعيم بيوفر تعزيز الفريق حقا، فإن الاشتباك معهم بشكل متهور سيؤدي إلى سقوط الكثير من الضحايا. بيقول له دونج: إذن اقتراحك هو عدم القيام بأي شيء والانتظار عند المخرج حتى يأتوا إلينا، وفي النهاية أنتم الاتنين سحبتم بطاقات آمنة، وبالنسبة لك الحفاظ على الوضع الحالي هو الأكثر فائدة. بس بيقوله المغامر لانج: لا، أنت فهمتني غلط، وقصدي هو إعداد خطط مختلفة بناء على نوع الزعيم. يعني مثلا بالنسبة لزعيم عادي فيمكننا اتباع خطتك، ولكن إذا كان الزعيم بيعزز الفريق فنحن محتاجين لإغراء معظم المورلوك بالطعم أولا، ثم تركيز قوات النخبة التي لدينا لتنفيذ ضربة قطع الرأس ضد الزعيم. وبالإضافة إلى ذلك هناك مهام الاستطلاع المبكر وتحديد الزعيم وإطلاق الإشارات الضوئية التي تحتاج إلى التعامل معها. وهنا بيقول لهم وانج إنه هيتعامل مع هذا الجزء ولديه مهارة التخفي. وبيقول لهم لانج: وبهذه الطريقة يمكننا التأكد من نوع الزعيم مسبقا وتنفيذ خطة معدة وفقا لذلك. وهنا بيقول تشانج إنها تبدو خطة جيدة، وهل يجب أن أسحب بطاقة كما اقترحت؟ بيقول له دونج أكيد. ونرجع لبطلنا، وبيقول لتشيان إن يمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى التعامل بأمان مع بعض المورلوك المعزولين، ولكن ما زلت أرغب في تجنب هذه الحوادث قدر الإمكان. وبيفكر بطلنا في إقناع الأخ ياو مرة أخرى، ولكن هذا محتاج لتعاونك أيضا. وهل يمكنك الذهاب معي إلى منزلي واستخدمي لقبك وتأكدي من كمية ونوعية التهديد عبر المدخل؟ بتقول له مفيش مشكلة. وقتها بنلاقي مغامرة حزينة جدا، وده لأنها حصلت على بطاقة موت مرة أخرى، والحصول على أسوأ بطاقة مرتين معناها إن مصيرها الموت الأكيد. وهنا بيسحب المغامر دونج بطاقة، واللي بتطلع بطاقة الأحمق،
وبيسأل العراف عن معناها. بيقول له العراف إن هذه البطاقة تعني إنك هتستغل قوة الآخرين فقط لتحقيق أهدافك. وهنا بينظر المغامر دونج للعراف بنظرة خبيثة كلها شر، وبيقول له أهداف. وبعدها بيتكلم المغامر لانج الجميع، وبيقول لهم إن ظهرت نتائج العرافة، وبغض النظر عن البطاقات الموت القليلة التي ظهرت عند بعض المغامرين، ولكن إجمالي الحظ تحسن. وده معناه إن عندنا فرصة لتغيير كل ده بالمضي قدما، وده قرار جيد للأغلبية. أما بالنسبة للأشخاص اللي حصلوا على بطاقات الموت، فأتمنى منكم طلب المساعدة من الآخرين. وانج. وهنا بيقول له وانج فهمت، سأغادر الآن. وبعدها بيقول لانج للجميع إنهم محتاجين لنص الفريق ليكونوا طعما، وده لو كان الزعيم من النوع الذي يعزز الفريق، وده هيعطي فرصة للآخرين لتوجيه الضربة القاضية. وبعدها بيراقب وانج البحيرة، وبيلاقي خروج مجموعة من المورلوك، وبيقول وانج مع نفسه حراسة المؤخرة، وفي الكثير من أفراد النخبة من نفس العرق، ودي هي الخصائص الرئيسية لزعيم تعزيز الفريق، وده معناه إنه زعيم معزز للفريق، ولازم أوصل هذه المعلومات للانج والآخرين في أقرب وقت ممكن. وهنا وانج بيرسل إشارة للانج والآخرين، وبيعرفوا إن الشعرة الحمراء تعني زعيم معزز للفريق. وهنا لانج بيقول للجميع بالاستعداد، وكل واحد ينطلق لمكانه المحدد، وبالتوفيق للجميع. ولم يتبقى على انعكاس الزنزانة إلا 7 ساعات تقريبا، وبعدها بيذهب فريق الطعم لمكانه المحدد. وهنا بيقول مغامر منهم إنه هيرسل إشارة ضوئية الآن. بيقول له التاني تمام، ولكن بيقطعهم تشانج، وبيقول لهم إن مهنته الرئيسية هي الرامي، وقدراته القتالية سيئة جدا، فهل يمكنني الصعود على شجرة قريبة؟ ولكن بيقول له مغامر انتظر، انت من فئة الهجوم بعيد المدى، فلماذا انضميت لفريق الطعم؟ بيقول له تشانج انه ما كانش عايز ده، ولكن لانج ذكر تداخلا بين مهنتي والرجل الذي سحب بطاقة الموت. بيقول له التاني تمام، يمكنك الذهاب. وهنا بيغادر تشانج مع تعابير كلها مكر، وبنعرف ان كلام تشانج كله اكاذيب. حتى مهنته الثانوية ليست عراف بطاقات، ولكن مهنته الثانوية هي المقلد، واللي يمكنه تقليد المهن الأخرى. وعندما يتحول من تقليد عراف البطاقات إلى مهن أخرى، فإن تأثير مهنة العراف ينتهي. وليس ذلك فحسب، بل يستخدم تشانج أيضا قدرة مهنته الثانوية التي ينتقل إليها، ألا وهي الغش. وده اللي جعل الأشخاص المشاركين في العرافة يسحبون بطاقات خطرة زي بطاقات الموت أو الأبراج. وده اللي يقنع دونج جوان لتوجيه المغامرين على اقتراح دونج ودافع لانج ليهتم بالهجوم. والسبب في ذلك هو إن تشانج حصل على بطاقة الموت عندما تكهن لنفسه، ولتغيير مصيره وقف ولعب دورا مساندا عندما اقترح دونج خطة هزيمة الزعيم وقيادة المورلوك إلى الشاطئ. وهدفه من كل ده هو القضاء على المغامرين الآخرين، ومن الواضح إنها كانت فعالة جدا. ودلوقتي في 11 مغامر يهتمون بمنع المورلوك، وعندها يمكن لتشانج العودة بهدوء للمدخل وانتظار انعكاس الزنزانة. ونرجع لشعب المورلوك، وهنا مورلوك بيلاقي طلقة اللي أطلقها وانج كإشارة، وبيقول لقائد المورلوك إنها قطعة أثرية من العالم الآخر وتستخدم لمرة واحدة فقط، وهي التي تقود الهجوم. وبيقول قائد المورلوك إن أكيد ده من فعل حارس بين المغامرين، واللي بيكون قصده يا صديقي على المغامر وانج، وأكيد إنه عرف رفاقه إننا وصلنا للشاطئ. وهنا بيقول له مورلوك انظر يا قائد. وهنا بيلاقي القائد إشارة ضوئية، وبيقول إنها أكيد مكان المعركة اللي هم اختاروه، ولكن مكان المعركة تم تحديده مسبقا أيها البشر. وبس كده يا صديقي، وأتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو، فلا تنسى دعمنا باللايك والاشتراك في القناة، وأهم حاجة هو الصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وشكرا على المشاهدة، وفي رعاية الله.